جماعه احنا رايحين نلعب بادل. انا مبسوطه قوي انا هنلعب بادل. This is one of the 26 before 26. ايوه يا جماعه زي ما سمعتوا كده رايحين نلعب بادل النهارده. الفكره ان الموضوع ما كانش متخطط له خالص، بس البادل كان واحده من التحديات اللي انا كنت عايزه اعملها في السيريز بتاعت 26 before 26. النهارده هي ابيسود 2 26 before 26. خليني الاول اعرفكم على التيم. اول حد انا اشرقت، مش فاهمه اللعبه ولا فاهمه هي بتتلعب ازاي ولا بعمل ايه، بس عندي شغف. أميرة اكتر حد في البنات بيعرف يلعب، بس لو كانت فايقه اليوم ده لها طول الجيم كانت عايزه تنام. منى بتقول انها مش اول مره تلعب بادل واحنا هنصدقها. داود انا اديله MVP اللعب رغم انه اول مره يلعب، بس كان اكتر حد شاطر. نور دي بقى بسكوتة الجروب، مش هقول عليها غير ان هي she's just a girl. شناوي هو الوحيد اللي مش اول مرة فينا يلعب بادل، وهو اللي حجز لنا الجيم. عمر اول مرة بادل بس كويس في اللعبة. ده بقى قاسم بيقول انه اول مرة بادل بس لعبه بيقول عكس كده. وده عبد الرحمن واول مرة بادل هو كمان. وده بقى التيم ما سميتهوش لسه، بس ممكن نقول عليه تيم، خليها على الله. اسيبكم تستمتعوا بالفيديو واليوم ده اللي عشوائيته هي اللي محلياه. طيب يا جماعه احنا عشان احنا ما بنعرفش نلعب، فالولاد عشان هم مش ديمقراطيين هيروحوا هم يلعبوا الجيم الاول عشان قال ايه؟ عشان احنا نشوف قال ايه؟ نشوف الاول عشان نعرف ايوه عشان نلعب ولا ما نلعبش. وعبد الرحمن اللي يعني مش لاقيين اللعب يلعبوا. طب ماشي هنسمع تعلمونا. بتعمل ايه اصلا؟ ونطه واحده بس. ماشي بس الكوره ما ينفعش تخبط في الازاز على طول. ماشي لازم تلمس الارض قبل الازاز. ماشي لمست الارض قبل، لو لمست الازاز قبل الارض يبقى كده بوينت وبعد كده ماشي. في السير اول واحده غلط اهي، عملتها غلط اهي، انا كده فوق مش بوينت كده. الجايه لو اتعملت تبقى بوينت للشخص التاني. كأنه انذار يعني في الاول. كل حاجه فوت بعدين بوينت. طب ماشي العب واحده صح ورينا. العب واحده صح يا بيه. التاني بقى وظيفته ايه؟ ده اللي بيعلمنا. طب يلا وريني. ماشي. اوه واو خرجت بره. طب بيعمل يا جماعه صوروا، هقول لكم 1 2 3 نبص ناحيه بعد كده نبص ناحيه بعد كده نبص ناحيه يعني نبدا من الناحيه دي كام مره؟ لحد ما اقول لك بس. ماشي يلا. يلا 5 4 3 2 1. الناحيه دي الناحيه دي الناحيه دي الناحيه دي. لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي. لا يا جماعه ده مش لعب. على الارض مره واحده بس. يلا بس فول فول. طيب ما انا قلت لكم يا جماعه احنا مش بنعرف نلعب.
بس خلينا بقى نرجع لمرجعنا. عشان التيمز تكون متوازنه شويه قرروا ان هم يحطوا حد بيعرف يلعب مع حد مش بيعرف يلعب، وهكذا، بدل ما كلنا نكون ما بنعرفش نلعب. ده هيبقى كارثي اكتر ما هو اصلا كان كارثي. وخليني بقى اوريكم التطور بتاعي من اول جيم لعبته لحد اخر جيم لعبته اللي هو يعني تطور ملحوظ. وهحكي لكم انستنت كده حصلت في نص الجيم. يلا بينا. في الشنطة. طلعي الشنطة. شطورة يا شقوش، شطور. على الأرض يا أشرق. يا جماعه احنا كنا بنتكلم اكتر ما بنلعب، لان ما بين كل كوره والتانيه كانوا بيقفوا كتير قوي يشرحوا لي انا المفروض اعمل ايه. صراحه الناس دي تعبت معايا قوي. فاحنا ممكن نجري كل ده بقى واوريكم الاجوان بتاعتي نفسها، وعايزاكم تركزوا بقى علشان تعدوا كم مره جبت فولت وكم مره جبت بوينت. على الأرض مرة واحدة بس، يلا. بتعمل ايه يا مالك؟ يا عم بتعمل ايه؟ Great, now the score is 7 to almost 7. جاي ايه ده؟ فول ايوه الله ايوه ده هو ايوه بجد هموت من الشمس. الله ألف شكر يا شيخ. جماعه بالله شوفوا لي الوقفه اللي انا واقفاها علشان اعمل السيرف. بس انا اكتشفت ان دي الطريقه الوحيده اللي بعرف اودي بيها السيرف على الناحيه التانية فعلا من غير ما يبقى فولت. الكل علق لي عليه. دي الطريقة اللي أنا بعرف ألعبها. إيه ده؟ 30. انا عارفه ان هي غريبه جدا، يعني كاني واقفه في التمثال الحريه بس دي الطريقه الوحيده اللي انا بعرف اعمل بيها السيرف، علشان انا اكتشفت ان انا محتاجه ان انا اظبط الانجلز بتاعتي وانا ماسكه الراكت وانا برمي الكوره، عشان لما باجي ارمي الكوره اما بخرجها بره الملعب برميها في الجنب بتاعنا اصلا، او بوديها سيرف الناحيه اللي انا المفروض ما اوديهاش، يعني المفروض اودي الناحيه اللي عكس مش الناحيه اللي قصادي. فانا بجد كان عندي مشكله في تظبيط الانجلز، وبعد ما اكتشفت ان الوقفه دي بتخليني اظبط الانجل شويه بقيت بجيب بوينتس. I don't care how it looks. جماعه مش ذنبي ان هي اللي صدتها بدماغها. بمناسبه الحوادث دي انا عايزه احكي لكم انستنت حصلت اثناء اللعب، بس للاسف ما اتصورتش، فانا عملتها لكم بصوره انيميشن كانكم بتقروا انيميشن. عايزاكم تتخيلوا معايا كده وتركزوا عشان بجد كانت تتصور. كنا قرب اخر الجيم كده وانا وداود في فريق واحد، وانا ابتديت ان انا اسخن شويه، فهو كان ورا الشبكه بتاعتنا على طول قدام الخط بيصد كل الكور اللي جايه له، وانا ناتشرالي كده رحت واقفه ورا الخط حوالي متر وحاجه علشان خاطر لو هو في كور ملحقش يصدها انا اصدها. طبعا بالايم بتاعي ده معظم الكور ما بلحقش ان انا اصدها، ولكن مره من المرات هو ملحقش يصد كوره وجت ناحيتي ولقيت نفسي هلحقها وهعرف ان انا اصدها. انبسطت قوي، اتحمست جدا، عيني بس كانت مركزه تركيز على الكوره وعلى الراكت، وان الراكت يضرب الكوره. بكل قوتي وبكل عزمي ضربت اقصى قوه عندي علشان تروح للتيم التاني، بس اللي انا ما حسبتلوش ان انا ما بصيتش على الانجل، وده اللي انا كنت بكلمكم عليه، ان انا كنت محتاجه ان انا اظبط الانجل، بس انا ما كنتش واخده بالي ان في قدامي بحوالي متر ولا متر داوود واقف. تخيلوا بقى ان الكوره اقصى قوه ليها بدل ما تعدي الشبكه وتروح للفريق التاني هي دخلت في وش داوود، خبطته جامد جدا في فكه وفي لدرجه ان احنا وقفنا الجيم، وانا ما كنتش مصدقه اللي حصل. من اللقطات اللي كانت المفروض تتصور الحمد لله ان هي جت سليمه. وخلينا نكمل بقيه الفيديو. لا يا شركة وربنا لا صح. ولا يهمك فداك يا جماعه I lost count احنا جايبين كام بوينت في الجيم ده، ولكن احنا على وشك الفوز على الفريق التاني. هو ادينا ضرب نار.
شايفين يا جماعه الشوط ده الكوره خبطت في الجول الاول بس انا صدتها، بس هم اتضايقوا وانا ما كنتش عارفه هم اتضايقوا ليه. طب ما انا صدتها يا جماعه، انا مبسوطه قوي ان هم ما حسبوليش البوينت. بس فاست فورورد الموقف ده حصل لصالح التيم اللي قصادنا، قال ان هو هيحسب البوينت ليه. فدو وشناوي كانوا قاعدين بيتخانقوا مع بعض، حصل ده معايا، احنا ما حسبناش البوينت ليه. ازاي لما يحصل معاكم تحسبوا البوينت ليه؟ هم كانوا قاعدين يقولوا اصل اشرك ما صدتش الكوره اصلا، وانا ما كنتش فاكره هو انا صدتها ولا ما صدتهاش، وسايباهم قاعدين يتخانقوا الصراحه لان انا مش فاكره اصلا هم كانوا قاعدين بيتخانقوا على ايه، لحد ما حاولت ان انا افتكر. بس وانا براجع الفوتج دلوقتي هو انا فعلا صدتها، فكان المفروض دي بوينت تتحسب لها. انا كل مره ببتدي اتعود فيها على اللعب واسخن واتحمس واعرف العب فعلا يكون الجيم خلاص خلص او بيخلص. زي هنا مثلا الجيم خلص وانا ما كنتش عايزه انهيه، قاعدين بيقولوا لي لا خلاص ما احنا خسرنا والجيم خلص خلاص، المفروض التيم الفايز يلعب مع التيم القاعد بره وهكذا. المهم يعني في الاخر خسرنا. اهم حاجه ان انا شايفه ان انا اتطورت، مش اتطورت ازاي، اسبوع بس بادل وهبقى في حته تانية. المهم ان احنا خلصنا، كنا جعانين طبعا فكنا في الطريق علشان نروح ناكل. انا انبسطت قوي. وانا جدا. ايه؟ خبطتيني كوره هنا اه قاضيه ايه، او قالت لك ايه انا اتحمست، اول ما اتحمست بقى راحت مداني في وشي. انا محتاجه اظبط زوايا المضرب. Here. I'm just a girl. حاسه بايه؟ I feel like I'm dying. so excited. بجد. We have to repeat this experience. كلمة عربي يعني. I want to sleep. كنت بتتوبي وقت تقريبا كنت محتاجة أكسجين حاجة كده. وانا بتكلم ضيعت كور مني من عمر. تاش. ومني برضه يعني. ايوه. بس على فكرة انتي شطورة خالص. وانتي أول مرة تلعبي؟ أول مرة بدل بس مش أول مرة تانية. وانتي ايه احساسك؟ حلو قوي بس بجد بجد I'm so tired وعايزه انام جدا بس انبسطت جدا. اول مره العب فيها بدل واتبسطت جدا. هي المره دي بصراحه. فينا ان انا لسه I'm not tired بس اول ما اروح هبقى tired جدا. والله. أول ما تروحي هتنامي نوم. نامي جدا. أنا عارفة. وعلى فكره دي حاجه كويسه جدا. انا كان ممكن اكمل تاني عادي وانا مبسوطة من نفسي ان انا حاسة كده لان انا مش بلعب رياضة خالص. I'm not gonna tell you, you have to tune in.